صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلاء، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم والمنكرين لفضلكم، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. خلينا نأخذ لنا مقدمة مع اللام، كلمة لله. هذه علماء اللغة يقولون اللام لام الملكية، يعني أنت إذا باب المسجد ويسألوك لمن هاي السيارة ما تقول محمد، تقول لمحمد. هاي اللام لام ملكية، يعني ملك لفلان. الله تبارك وتعالى هنا يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ينسب المساجد ملكيتها لمن؟ لله. طيب الملكية الباقية لمن؟ الدور والعقارات والسيارات والأموال وكل ما موجود بالحياة. طيب لمن ملكيتها؟ بس المساجد؟ أكو آية أخرى تسأل وتجيب، قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله. إذن حملة ملكية، يعني مو بس المساجد يظهر، كل ما في الوجود تعود الملكية إلى الله تبارك وتعالى. هسه هنا احنا نسائل نقول الإسلام يقر بالملكية الفردية لو ما يقر؟ بناء على هالآية إذا تأخذها على ظاهرها يعني أنا وياك ما عندنا ملكية، يعني حتى هاي الخاتم اللي بيدك، السبحة، ملابسك مو ملكك. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله. إذن كل علما ترجع إلى الله تبارك وتعالى، فأنا وياك ما نملك شيء. طيب الإسلام يقر بالملكية، يقول هذا بيتك ومن أموت يترتب عليه شغلة الإرث والتركة والتوزيع، يعني ملكيتي، وإلا أبنائي كيف يرثون مني إن لم تكن ملكا لي؟ يجون هنا العلماء يصنفون الملكية إلى اثنين، يقول ملكية اعتبارية وأكو ملكية حقيقية. الآية الكريمة هنا قل لله يعني تشير إلى الملكية الحقيقية، وأنا وياك ملكيتنا اللي يقرها الإسلام ملكية اعتبارية. يعني شلون اعتبارية؟ مرة ما يسميها ملك. ولقد جئتمونا فرادا وتركتم ما خولناكم. مش عبر عنها هنا؟ تخويل. يعني أنت الآن تفتح محل، تفتح سوبر ماركت وتجيب لك واحد عامل ثقة تقول له هذه المفاتيح تشتغل، ورا شهر زمان شهرين تخولته، مو تخويل بالعمل والإدارة المصنع، ورا شهر شهرين تسحب منه هاي الثقة تقول له اعطيني مفاتيح روح لك. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. إذن ملكيتنا اعتبارية. ليش اعتبارية؟ لأنه مو احنا صانعيها للمادة. المالك الحقيقي هو اللي يعطي للمادة القوة الاقتصادية. يعني مثلا هسه افرض يمك قلاص ماي، هذا قلاص الماي انت تشريه بفلوس، مو يعني تشريه بربع دينار مثلا بطل الماي، هذا من تدفع به ربع دينار لو ما بفائدة تدفع الربع، بس بفائدة. شنو فائدته؟ من تعطش
يروي الغليل. بس منو خلاه انت من اشتريته صار ملكك؟ مو انا ما اقدر اتوضا به الا باذن منك، لازم تاذن لي، لكن مو انا المالك الحقيقي، لان مو انا اللي خليته يروي الغليل. ملاحظ؟ يسموها القيمه الاستعماليه. منو حط بي القوه انه يروي غليل العطشان؟ مو انا. صح انا ملكته بفلوسي، بس الله يقدر المالك الحقيقي يسلب منا هاي القوه لو ما يقدر؟ مو هذا واحد فد يوم عاشوراء صاح للامام الحسين سلام الله عليه يعني: يا حسين هذا الفرات كبطون الحياة لن تذوق حتى ترد الحامية. الإمام الحسين سلام الله عليه رفع يديه قال: اللهم اقتله عطشا. صاح الرجال العطش، مو محاصر، النهار يمه، وقف على النهار يشرب ويسيح العطش، نزع هدومه نزل بالشط، قام يشرب بالشط وهو عريان ويسيح العطش حتى مات عطشا وسط العلقمي. مثلا مثال ثاني، احنا الآن من نقرأ بتاريخنا بتاريخ المسلمين بشيء، النار التي أحرق بها إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام نسميها نار النمرود. واقع حال أن النمرود هو اللي جمعها. النمرود جهز كل إمكانياته وطاقاته وقدراته البشرية 40 صباح يجمع بالحطب. ترى حطب دولة تجمعها 40 صباح حتى تحرق واحد تحرق دنيا كاملة. وسجر النار بالحطب النمرود، واشتعلت النار وصار الطير من يفوت يشتوي به بالجو. إبراهيم الخليل حطوا بمنجنيق وقطفوه. مو المالك الحقيقي من تدخل وقال: يا نار كوني بردا. إذن يا المالك النمرود لو الله اللي أعطاها القوة الاستعمالية اللي سميناها القوة الاستعمالية القيمة الله. ولا النمرود لو نار النمرود كان حرقت إبراهيم، بس يظهر مو نار النمرود، ملكية النمرود ملكية اعتبارية، بس من تدخل على الخط المالك الحقيقي سلب منها القيمة الاستعمالية، صارت مجرد لهب بس تنشاف نار ما تحرق. بحيث الروايات تقول اصطكت أسنانه من البرد، لو لم يقل وسلامة لمات من شدة البرد مو من شدة الحر. إذا المالك الحقيقي هو الله تبارك وتعالى. اثنين، الملكية الحقيقية. أنا إذا مالك حقيقي لابس ملابس هسه قدامك بخدمتك، هذه إذا مالك حقيقي لازم الملابس ما تخلع مني إلا بإرادتي، مو أنا أملكها. بينما الملابس الآن ممكن أن تخلع بدون إرادة. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ممكن أشم لي هسه شمة هواء أموت وأنا على المنبر. إذا متت الغسال ينزعني غصبا عني لو ما ينزعني. إذا أنا مو مالك. لو مالك الغسال ما يقدر ينزعني. ذكروا قبل أيام العثمانيين أهلنا احنا ما شايفين، يمكن أكو صك أسود يسموه طابو أسود، هذاك يسموه الطابو الأسود الملك الصرف. بينما أنا كل ما أملك ممكن أن ينتزع عني بلحظات الموت. أنت عندك فكرة الإنسان الآن اللي يملك أموال ضخمة، عندك فكرة بلحظات الاحتضار إذا أريد يقول تعالوا يا ناس جيبوا ورقة جيبوا قلم اكتبوا كل ما أملك هو لفلان، نقول له القانون الشرعي لا مو كيفك يا بفلوسي عقاراتي وإمكانياتي أريد أعطيها فلان، يقول لي مو كيفك، أنت من حقك تتصرف بالثلث فقط، أما ثلثين يتوقف على رأي الورثة، أنت ما عاد تملك، خلاص انتهت في لحظة احتضار. أمامك سلطات لا تسمح إلا بمترين من القماش الأبيض، شقد تملك؟ البخور بألف للحمال والتاجر، شايف بالمقبرة هو نفس البخور ونفس الكلمة المرحوم. هسه هو تاجر، هو فقير، هو قوي، هو ضعيف، هو سيد، هو مسود، شي يكتبون عليه المرحوم، ماكو شيء. مثل ما اجيت للدنيا عريان لفتك القابلة بخرقة القماط، الآن يلفك الكفان بخرقة الكفن، ما تملك أكثر من هذا. هذا فد يوم أبو العتاهية عنده فد
سحنة من الزهد. شاعر يقول دخلت على هارون العباسي، من طبيت على هارون لقيته في لحظة من لحظات الطرب والكذا، مو تدري بن العباس مو يقولون يا باعة الخمر كفوا عن مفاخركم لمعشر بيعهم يوم الهياج دم، تنشى التلاوة في أبياتهم سحرا وفي بيوتكم الأوتار. وهو وجعفر مندمجين وليلة حمراء، قال لي يا أبا العتاهية لقد جئت بوقتك، لطف علينا ليلتنا. أبو العتاهية عندك قلت لك سحنة مال زهد. التفت له قال له عش ما بدا لك فارها في ظل شاهقة القصور، يؤتى إليك بما اشتهيت لدى الرواح وفي الفطور، وإذا النفوس تغرغرت بزفير حشرجة الصدور. مر بيمو سورة الواقعة ذكرها، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وإذا النفوس تغرغرت بزفير حشرجة الصدور، فهناك تعلم أن لست إلا في غرور. يقول هارون ضرب الكأس من يدي انكسر. جعفر قال له يا أبا العتاهية لقد نغصت علينا ليلتنا. قال له هارون لا، لقد رآنا نيام فأحب أن يوقظنا. فعلا الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا. وهذا هارون دولة مترامية الأطراف. يقول للسحاب اذهبي أينما تمطرين فبأرضي. إجا ابن المأمون استلم نفس السلطة نفس الصلاحيات ونفس الإمكانية، طلع يقود الجيش العباسي لحرب الروم بلاد الشام. وصل إلى منطقة بلاد الشام بها مناطق حلوة باردة شيء شو النهر بردة وغيره. فقال لهم شاف له نهر يمشي وماي لطيف وعيون حلوة نظيفة ماي نقي، قال لهم أريد لي سرير من الخشب تخلونه فوق الماي بحيث أنا أقعد الماي يعني ملك. سووا لها الجلسة هاي اللطيفة. وقت الغروب يقول السمك ينساب كسبائك الفضة بالماي وهو قاعد يشوف. فصار شوية عنده برد عنده قشعريرة عنده شيء، مو من تجي ترى ملزم الشيء يعني. جابوا له الطبيب أخذ نبضة. الطبيب قال له يا أمير اعهد عهدك، نبضك ينبئ بالفناء، أنت خلصان مودع. قالهم نزعوني الملابس العسكرية، ومو طالع لي حارب لابس بزة عسكرية. قالوا نزعوني الملابس واجمعوا لي رماد التنور. جمعوا له رماد التنور، قام يتقلب على الرماد عريان يردد هالكلمة يذكروها المؤرخين. يقول له يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. الصور عندك قابلية وقدرة وأقلب الدنيا والله ما يخلص من ايدي وأخسف الأرض، ماكو ذني حكاياتنا. ترى نمن عن جهل، نمن عن طفولة عقلية، ما عندنا شيء، ما عندنا إمكانية، ما نملك شيء بلحظة واحدة. وما تدري نفس ماذا لسه قاعدين هنا باكر يجوز نقرأ الفاتحة الواحد ويانا قاعد سالم معافى كل شيء. فإذا أنا ما أملك شيء، الملك لله تبارك وتعالى. ولذلك أنت ملاحظ املأ ركابي فضة أو ذهب، إني قتلت خير الناس أما على حساب من؟ على الذهب والفضة. عمر بن سعد ولي في الري قرة عيني. العقول الكبيرة شي يقولون الإمام الحسين سلام الله عليه إلهي إن كنت حبست عنا النصر عاجلا فاجعل لنا ولشيعتنا منزلا كريما تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. ما أريد ملك، ما أريد دولة. ليش؟ الملك زائل والدنيا فانية والأموال مسلوبة. مو توقف على المقبرة شو تقولهم؟ النساء نكحت، الأموال وزعت، الدور سكنت. هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟ يقول لو أذن لهم بالكلام لقالوا إن خير الزاد التقوى. ماكو شيء.
فالإمام من يقول له اجعل لنا، ليش؟ ما أريد مجلس باكر عقب زائل. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك. هسه احنا شو يسمونا، مجلس لو مقعد؟ مجلس مو؟ ليش؟ ساعة ساعتين نتفرق، والله يفرقكم على خير إن شاء الله وعلى بركة وعلى قضاء حاجات بحق شهر رمضان إن شاء الله. لازم نتفرق وكل من يروح إلى. لكن المقعد ليش؟ هسه المريض اللي عنده فلاونزا، عنده سخونة، عنده شيء بسيط ما يسموه مقعد، لكن المشلول شو يسموه؟ يسموه مقعد. فالله من يقول في مقعد صدق عند مليك مقتدر، يعني من تقعد يا الله بعد ما حد يحركك. عند مليك مقتدر، الحاكم شي قاعد يمه؟ يحاكم يقعد يمه اثنين. مثلا من تقرأ تاريخ كسرى، تاريخ قيصر الروم، تجي يقعدون يمهم، يقعد يمه شخصيتين. منا الزعيم الروحي، شلون احنا اليوم نسمي المرجعية؟ الزعيم الروحي الديني. ومنا القائد العسكري. الزعيم الروحي يصدر له الفتاوى اللي تروق له يحتاجه، حتى يقول انه هذا ترى تصرف الحاكم مشروع، يضفي عليه المشروعية. والقائد العسكري إذا صار تمرد هو يعالج التمرد، إذا صارت ثورة انقلاب الله لا يصير عليه انقلاب ولا يحتاج لفتوى. إذن في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ما محتاج. احنا محتاجين مو هو محتاجنا. إذا شايف الملكية هسه الحقيقية إلمن؟ لا واحد يقول ينغر ويقول فلوسي ومالي وحلالي، هو ترى اللي أعطاها هو ياخذها. الله تبارك وتعالى هسه فد يوم ما أدري ذولا أهل العقل يرون فد روايات يعني من تصفن عليها إخواني، خلينا شوي تقدم حتى الباب ليش يزدحم، واللي يجي خليه يقعد اللهم عجل فرج وليك القائم. لذكر الإمام صلوا على محمد وآل محمد. جزاكم الله ألف خير. مع افتراض عدم صحتها بس بيها نوع من العبرة، بيها نوع من التربية. يقولون يوم من الأيام أكو رجل متزوج من امرأة قد عرفت زوجا قبله، يعني شلون مرة متزوجة وزوجت زواج ثاني، قاعد بين يديه يقول طبق فيه دجاجة مشوية وقرصين خبز وهو وزوجته قاعدين، والله يسعدكم إن شاء الله ويسعد عوائلكم ويديم المحبة بينكم. أنت دقت الباب اجى سائل. هذا المشكلة السائل. احنا أحيانا شلون الإمام السجاد سلام الله عليه يوصي أهل بيته يوم جمعة، أبو حمزة الثمالي صاحب الدعاء يقول فرد يوم أنا بالمدينة صليت وإجا دعاني الإمام للبيت وياه يوم جمعة، صاح على عياله قال لهم اليوم جمعة إياكم ويطرق بابكم سائل ولا تعطوه فيحل بكم ما حل بآل يعقوب. يظهر آل يعقوب فت حادثة طويلة من بدء الابتلاء عليهم أن سائل طرق بابهم ذاك اليوم ما أخذوا بالهم منه. فالمهم يقول هذا هو وزوجته قاعدين وقدامهم طبق بدجاجة ودق الباب سائل، قال لزوجته شيل الطبق كله اعطي له هذا السائل واحنا الله يدبرنا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. باكر هسه راح تجينا ليلة شوال، نسأل الله أن يجعلكم من أهل ليلة القدر، نسأل الله أن لا يجعلنا من الأشقياء في هذا الشهر، إن شاء الله من المقبولين. ويتجينا ليلة 1 شوال ليلة العيد ويتمم عليكم العيد بسلامة وبركة. راح نكثف من السؤال ايش كثر زكاة الفطرة، مو ايش قد السنة، ونحاسب ويا الله بالقيراط. ألف أدفع ألف، هسه أخوة ألف للما متمكن، مو خلينا نقول الحد الأدنى، مو أكو حد أدنى وحد أعلى، خلينا نقول الحد الأدنى بالمادة القانونية يا أخي. يا أخي الألف للما عنده، أو الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. يعني أنا حتى لو ما عندي بس ألف الله يقول لي اعطي زوجتك وزوجتك تعطي لك كبير، مو تعرفوه هسه كلين تدرون بيه. أنا ما
كناقل التمر إلى هجر مثل ما يقولون، وتعطيه إلى آخر طفل، مو يطلع زكاة الفطرة بس لا تظل محروم من هاي الصدقة. طيب هذا للما عنده 1000 دينار، أنا 5 أنفار أولادي، إذا أعطيت 1000 5000 بربك يجي من كيلو لحم؟ لا، الفقير يجيب له دجاجة، يشتري له بدلة الابنة، يشتري له عباية الزوج، شو يسوي بيهن ال 5000؟ خليهن لك أحسن. هسه أنت ما عندك اعطي ال5، لكن أنت جعفر اللي الله موفقك وميسر حالك ومصرفك باليوم فد 25 30 ألف، خذ هال 25 ألف شيلهن اعطيهن وأنت دبر روحك. ايش حالاتك؟ تقدر ال100 ادفع 100 ألف، تقدر ال200 ادفع 200 ألف، تقدر مليون ادفع مليون. مو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. انت شايف احنا من نطلب من الله ايش قد نطلب؟ ايش قد نطلب؟ انتم اكيد من رواد المساجد ان شاء الله، وعندكم فكرة عن الدعاء الذي يقرأ دبر كل فريضة في شهر رجب، مو قرأتوه أكيد؟ يا من أرجوه لكل خير، وعامن سخطه عند كل شر، يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأل، يا من يعطي من لم يسأل ومن لم. اعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة. بعد فإنه غير منقوص ما أعطيت وزدني، بعد الطيني إذا أنا ما أدري ونسيت. طيب إذا تريد منها القد ليش تتعامل ويا بالقيراط زكاة الفطرة؟ ليش؟ إذا الله مكنك وعندك قابلية أتي لك على أيتام لبسهم كسوة العيد واعتبرها زكاة فطرة. إيش حالاتها؟ يسأل بيش التمر؟ يسقع التمر؟ مو يمكن السيد دستغيب رحمة الله عليه قرأت له فد يوم فد ملاحظة حلوة، يقول أنا بالمسجد اللي أصلي به يجون تجار ثقال متى مليونير. شلون نقول هسه؟ ترى اكو فلوس بالعراق، مو ماكو، مو اكو فقرة واكو تخمة، ترى حد هذا مو عبالك الوادم كلها متساوية. يقول اجى واحد يجي للمسجد من رواد المسجد ثري جدا بليالي شهر رمضان، ويجي جايب له كيلو تمر بيده يعطي للخادم مال المسجد، والله فرع على المصلين يقرأوا الفاتحة لابوي. قلت لهم لا حد يقرأ الفاتحة لابوه، ردوا له تمراته إله. سقحت فرد التمر واقرأ فاتحة لابوك؟ تملك مليارات وهاي ناس فقراء يكسوا لك محتاج، حط يدك على يتيم. مو اكو لفتات انسانيه حلوه. فالمهم هذا يقول قال لزوجته شيل الصينيه الطبق كلها اعطيه اياه. شالت الطبق حطتها للفقير للمسكين ورجعت تبكي. قال لها ليش تبكين؟ قالت له اقول لك شيء، هذا المسكين السائل اللي اجى دق الباب هذا زوجها السابق، وفي يوم من الأيام نفس المشهد قدامنا، دجاجة في طبق وطرق الباب مسكين، فطلع زوجي بسق بوجهه وضربه وطرده، يعني مسبه وعده. لا تفسدوا صدقاتكم بالمن. بعضهم حتى من يعطي صدقة ما تشتغل شبيك، عايز طول عايز عرق، مو يفسدها للصدقة. فالمهم رجعت زوجته تجي تقول هذا زوجي وهذا هيك سوى. هسه ما ادري، انا قلت لك الروايه حتى مع افتراض عدم صحتها بها في التربيه. يقول التفت زوجها قال والله انا ذلك السائل اللي ضربني وشتمني باليوم الفلاني بالساعه الفلانيه، دقيت بابكم وطلع سبني وضربني. يظهر الله ايش سوى. بس بناء على صحتها الروايه، اذا نفرض صحتها، يعني الله قال له انت هاي النعمه ما تستاهلها، راح اشيل المرأة والدجاجه والخبزات الطين ذاك واخليك دايح بالشارع. اخواني النعم تنفر كما تنفر الدابه. تعرف الدابه شنو؟ يعني الحمار اجلكم الله، البقره مو تشرد بيش يربطوها بحبل. امير المؤمنين سلام الله عليه يقول النعم تنفر كما تنفر الدابه ورباطها الشكر. رباط النعم وبالشكر تدوم النعم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم عذابي. فإذا احنا ما نملك شيء، حتى هذا النفس اللي احنا نتنفسه ما احنا نملكه، صدقني مو احنا.
وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. يعني الكاك وين؟ الكاك يمنا. وإلا أرجوك سلو نسأل العلم. العلم، العلم ما نعترض وياه. الإسلام هو دين العلم، الإسلام دين المعرفة. مو لو نسأل العلم الإنسان يتنفس من الهواء ايش كثر نسبة؟ الشباب يعرفون، يجوز الشياب اللي ما لهم علاقة بالموضوع مو شغلهم، لكن مو تعرفون شباب أن خمس النسبة ناخذها. مو الأكسجين اللي نشكل نسبة خمس من الهواء، مو كل الهواء نشتمل. هذا من ناخذه ونستهلكه. منين البديل؟ النبات يعطينا بديل، ياخذ ثاني اكسيد الكربون اللي احنا نطرحه ويعطينا اياه اكسجين. عمليه تبادليه مستمره. زين، بس احنا ما نريد نطب هالتفاصيل اللي مو شغلنا، لكن نريد ناخذ منها شاهد. اكو في مثلا مكان معين ناس هوايه ونبات قليل، ومره نبات قليل وناس هوايه. مو لكن مع هذه تختلف النسب لو دائما. انت عندك فكره الاكسجين اذا زادت نسبته بالجو شو يصير؟ احنا مو قلنا خمس؟ اذا زادت نسبته جقاره ما تقدر تورث، بس تعلق عود الشخاط يحترق الجو. صح ولا لا؟ الاكسجين شديد الاشتعال. اذا نزلت النسبه شو يصير؟ يصير تحجر بالماده، يصير ضيق نفس. شايف اطفال عندهم زراق هنا يصير من يسحب النفس قوه يصير نقص اكسجين يسموه، يعني بعد ما يستوعب. اذا نزلت النسبه كلها احنا نصير هالشكل. طيب منو ضابط النسبه خمس؟ مو الفت نظرك شيء احنا ما ندري. ننام ونقعد وناخذ غيبه ونسولف ونهوس ونبوق ما ندري. الله يقول وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. لا تزيد النسبة ولا تنقص. خمس يعني خمس، إذا زادت يحترق الجو، وإذا نقصت تتحجر المادة، فلازم يبقى خمس. ما نملك شيء. إذن إحنا ما عندنا شيء. إحنا الآن نجهل حتى بداخلنا. بروح أبوك أرجوك، أنا ذاك اليوم حقيقة أثار استغرابي. طبيب يعني طبيب موجود، يعني مو بكتاب قريت، قاعد يمه ونسولف على موضوع، أدي فد مراجعة يمه، وواحد وياي سيد خطيب قال له أنا في وقت محرم يوم سادس يوم سابع أتضايق شوية بحنجرتي، فآخذ من الحب الفلاني نسبة كذا، فد 10 حبابي كذا، طافرد نسبة معينة. قال له إذا تأخذين ما يصير أنت تتركهن ثاني يوم بالمقابل فجأة، لازم بالنسبة تنزل. إذا ما أخذ اليوم 10 باخذ تأخذ 8 7 6 هالشكل بالعد التنازلي. قال لي ليش؟ قال لي لأنه هذا يوقف عندك نمط معين من الجسد بالحب. أنت تحتاج الكورتيزون، هو على الكورتيزون كان الحديث. قال له الكورتيزون مالك هذا راح تفول الكورتيزون، الغدة الكظرية اللي تفرز الكورتيزون راح يجيها إعازة من المخ أنه توقفي، عندنا فول بالجسم راح تتوقف، بعد ما راح تعيد نشاطها وتشتغل يصير عندك نقص. سبحان الله. يعني ما اريد ادوخك بالكلام اللي سمعته. هذه الغدد وهاي الاجهزه اكو كنترول ونظام سيطره. انت افرز، انت انطي، انت توقفي، انت لا تشتغلين. انا انام واقعد واسبح وامشي ما ادري هو العمل كله يشتغل. لا الكهرباء طفت ولا احتاجينا مولده ولا الغاز خلص ولا مو. والله لو نخلص عمرنا بس سجود وشكر الله ما نوفيه على نعمة الجسد والبدن والأجزاء الموجودة بأجسامنا. يا أخي نحكي نصفن الله شو مطيني، الله شو رازق فلان ورازق علان. من يقول رزق عند فلان؟ يجوز مو فلوس، والله ابتلاء يا أخي، والله ابتلاء. تدري زينب سلام الله عليها شو تقول لليزيد؟ أظننت يا يزيد حين أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الأسارى أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة فشمخت ترى مو بيك أنت أفضل من عندنا. الله يريد يمتحنك، يريد يختبرك، يريد يشوفك شو تسوي. أموال قارون كانت نعمة وبال بينك بين الله، نعمة وانتقام. نسأل الله أن نبقى على الحال ولا الله يبتلينا مثل بلوة قارون. مو
فترى مو كل من عنده فلوس الله راضي عليه. انت نعمة ولاية آل محمد عندك، نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة عيالك مستورة، اكو ادم مهتوكة، اكو ناس تسولف فيها الناس صايرة علج بعلوق العالم اعراضها، وانت الله ساترك وعيالك مستورة. ايش كبر هاي عند الله؟ وشنو الحياة؟ بس فلوس يعني؟ حياة بس مادة؟ الحياة قيم، الحياة مبادئ، الحياة تقوى، والحياة ورع. والله ما فد يوم قرينا بالقرآن الكريم اكو آية تريد كثر فلوسي. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، حتى يعزز روح التقوى عند الإنسان. ولذلك انت تشوف أهل البيت سلام الله عليهم حتى إذا تمكنوا من شيء هم التواضع ياخذهم. الإمام الحسن سلام الله عليه، احنا هسه الله سبحانه وتعالى فرض بأموالنا، احنا هسه خلينا نكتفي بهذا القدر من الآية، وإن شاء الله نكمل الحديث وياها بالليلة القادمة إذا كتبت لنا الحياة، ولكم إن شاء الله. الله يتمم عليكم نعمة الصحة والعافية. احنا عادة الله تبارك وتعالى فرض أموال بأموالنا فرض حقوق، مو غنمتم من شيء فأن لله خمسه. وبالمناسبة هسه كثير من الفقهاء ولعله أغلبهم يعني كلهم يقول المال المتعلق به الخمس حكم المغصوب. يعني مشكلة، يعني يكون الحق الشرعي يطلع، لأنه ما جاء فقير إلا بما متع به غني. يعني وبعدين للعلم ترى اللي عنده سنة خمسية يدرك هالموضوع، اللي عنده سنة خمسية يأيدني بالرأي. والله اللي عنده سنة خمسية يشوف في وضعه برزقه مو طبيعي، مو في وضعه فلوسه هواية، لكن هذا الدينار يكفي يمكن أكثر من 10 دنانير عند غيره. يصير بركة بأمواله، لأن أموال نظيفة، أموال ما بيها شيء، ما بيها متعلقات. بينما قلت لك أهل البيت سلام الله عليهم أنا أتردد حتى من الحق الشرعي. من تقرأ حياة الإمام الحسن سلام الله عليه، الإمام الحسن يقول خرج من ماله مرتين. يعني شنو خرج من ماله؟ يعني أمواله كلها يعطيها لطرق البر، للخير، للأيتام، للفقراء. خرج من ماله مرتين وقاسم الله أمواله 3 مرات. يقاسم بالنص، يعني مو الحق الشرعي خموس، الحسن 3 مرات يعطي بالنص، يعني النعل بالنعل. على هذا الأساس ليش؟ لأنه ضامن النتائج. أنت هسه من واقف بالشارع واحد وتفوت بسيارتك، أو أنت صاعد بسيارة عبرية ويصعد واحد، إذا ما يستاهل الربع دينار تدفع كروته؟ صدقني تغلس عنه، دير وجهك عنه، لأنه ما يستاهل، تعرفها مو مضمونة. لكن إذا مضمونة تدفع له قد ما يكون الكروة. هذول من يعطونها الشكل لأنه ضامنين النتائج. ومن يقرض الله قرضا يضاعفه، مو يرد القرض. وهسه صارت موضة ترى عندكم فكرة ما أدري معانين منها ظاهرة، اللي يتدين منك فلوس ودعهن اقرأ عليهن السلام، إلا ما ندر، يعني ذاك من ذاك اللي يجيك ويقول لك هذا حلالك، وإلا الباقين حتى من تريد تقول له يزعل. ليش يقول؟ بينما عند الله سبحانه وتعالى يضاعفه له. فتشوفه يخرج من ماله مرتين ويقاسم الله تبارك وتعالى أمواله 3 مرات. وحج إلى بيت الله الحرام ماشيا على قدمه والنجائب تقاد بين يديه. النجائب شنو؟ جياد الخيل. يعني شلون نسميها اليوم احنا نقول سيارات الحديثة. والإمام الحسن سلام الله عليه يمشي على قدمه ماشيا تقربا إلى الله، تعزيزا لروح التقوى، تعظيما للشعائر. كل هذه دروس للأمة كي تتوجه الناس إلى الله تبارك وتعالى. لكن قل لي الله تبارك وتعالى من خلاهم هذول نماذج، من خلاهم مصابيح، من خلاهم أدلاء وعلامات، وبالنجم هم يهتدون. انت عندك فكرة وعلامات ومن نجم. هاي البادية الله خلاها بدون علامات. ترى خاف انت تشوفها صحراء. اسأل اللي عندهم فكرة بالبادية، تدري كل مرتفع له اسم؟ كل مرتفع بالبادية له اسم.
يعني بحيث هسه من تريد تطلع منا لأي مكان يوصف لك وصف كامل، مثل ما يوصف لك الطب العشار وتطلع بالجزائر وتروح بهالشكل، يوصف لك على الصحراء. الله خلالها علامات، وخلالها النجم علامات الجدي وغير الجدي، وخلي هاي بظهرك وذيك كانت تمشي. طيب من خلى علامات مادية، الله ما يخلي علامات روحية؟ الله طلب مني عبادة، أنا ما أندل، أريد أدل إلى الله لو ما أريد ناس تدليني على الله وتأخذ بيدي. أنا أريد الله، أدري أنتظر وين شو وقت يجيني المدد الإلهي، بس الله خلالي علامات، خلالي أدلاء، وهم محمد وآل محمد. قال لي الدين يؤخذ من هؤلاء. اللهم صل على محمد. شو تقول؟ احترمناهم، تعاملنا وياهم بموضوعية، عرفنا قيمتهم وقدرهم. لعله يروون عن سيد الخوئي قدس الله نفسه، عنده فد مداخلة لطيفة، يقول بالنسبة لغيبة الإمام المعصوم سلام الله عليه، غيبة إمامنا الثاني عشر، وحقيقة يعني اللي يوجع القلب، يعني يمكن شفتوا بعد زيارة الشعبانية، بعد الزيارة الشعبانية اكو بعض الشباب كانوا يفترون بالشارع يسألون، لقاءات ومسجلة فيديوهات نزلت بيها، يسألون شباب عمره بال20 25 شو تسوي بكربلاء؟ والله مولد الحجة. طيب منو الحجة؟ ما أدري. منو أبوه؟ ما أدري. شنو شغله؟ ما أدري. شو تسوي جاي مولد الحجة؟ ما يعرف، بس الحجة ماكو شيء. منو يتحمل المسؤولية؟ أولا للأسرة، الأسرة تتحمل المسؤولية. ليش؟ لأنه أغلب الأسر الآن من تدخل لبيوتها مكتوبة معلقة بها المشجرات مال العشيرة. عندكم مشجرات مال العشائر لو ما عندكم ببيوتكم؟ أولادكم الآن ما تعلموهم وتقول هذا مشجرك، أنت فلان ابن فلان ابن فلان، لما توصله إلى ربيع أو مضر؟ مو مشجراتكم يا لا. خب صف المشجر، حط أسماء أهل البيت، حط أسماء أهل البيت، هم قل له عمي هذا محمد بن عبد الله نبيك، ولد في يوم كذا، هم جدول واستشهد بيوم كذا، هاي فاطمة الزهراء ولادتها ووفاتها، وهذا علي بن أبي طالب والحسن والحسين والسجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري والحجة بن الحسن. يحفظهم لو ما يحفظهم بالممارسة؟ أطفال حتى ببيوتنا، بناسنا، بعلاقاتنا الآن بأهلنا، بعد بطولة هالطولة بالهادي ويسألك والله علمت فرنسي، والله علمت انجليزي، تعال شو قل له يس، شو قل له سوري، شو قل ايه، افتهمنا بس هم على المدينة، على المنبية، على الإمامة. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. إذا المسؤولية أولا على من؟ على الأسرة، والمسؤولية علينا احنا هم مسؤوليتنا مضاعفة امام الله. ليش؟ وين يكون هم اعلامنا محدود مو مقيد. لكن المشكلة انه حتى الجمهور اذا تصعد اليوم وتقرأ له حياة الامام الباقر وباشر للحياة الصادق وبعدها حياة الكاظم، ما عنده سوالف، رجع لي على التاريخ الممل والسرد التاريخي، ما عنده موضوع. مو تقولون؟ اكيد ما عنده موضوع يقوله. حياة الأئمة صارت محفوظة، والله راح يطلع عندنا جيل بالمستقبل وسجلها عليه، وإن شاء الله عمرك طويل، فد 50 100 عام بعد يطلع عندنا جيل يسأل الناس أن حبيب ابن مظاهر ويا الحسين لوي عمر بن سعد. عرفت ليش؟ لأنه أعرضنا تماما عن تاريخنا، حتى من تريد تسولف بتفاصيله قال لك هاي صارت محفوظة عم يدعوه، فأنت ما عندك موضوع غيره. اي والموضوع الغيره انت اشتغلت به حتى انا اسولف لك به، هم ما نشتغل به. اطلع من باب المسجد ويقول لك والله خوش مجلس وخوش موضوع، شنو قال؟ والله ما ادري، بس هو خوش سولف. اذا ما عندنا تعايش كل احنا، لا الاسره ولا الخطيب ولا المتلقي والمستمع، وبدا التقصير. وصل الحال شاب عمره 25 سنه شو تسوي بكربلاء؟ مولد الحجه. منو الحجه؟ ما ادري. باكر يجي واحد يلقن فكر اخير، يتبنى له ما يتبنى؟
من يقول له الحجة، هو بذهنه اكو حجة بس منه ما يدري، فمن يجي واحد منحرف ويغذي بفكر جديد يستوعبه لو ما يستوعب. فقلت لك سيد الخوي عنده وجهة نظر، يقول بالنسبة لغيبة إمامنا سلام الله عليه، يقول شلون واحد عنده قاعة مثل هذه وبيها ناس قاعدة، فهو صاحب القاعة راد ينورهم، عنده 14 فانوس، جاب أول فانوس علقه نورت القاعة، قاموا عليه جهلة من هاي القاعة كسروه، جاب الثاني انكسر، جاب الثالث انكسر، الرابع انكسر، لما علق 13 فانوس. شو قاعدة؟ بس واحد، إذا جاب شنو مصيره؟ عم ينكسر، فضمه إلى أن تطلع أمة مهيئة أن تحفظ هذا البلور وهذا الفانوس الناقوس، يلا طلعت. فهذه وجهة نظر تقريبية يعني لفكرة الغيبة. يا سيدي صدق فعلا تعاملنا مع آل محمد تعامل عشوائي، لو مص النبي وقال يذبحوهم ما سوينا بيهم هالشكل. هو النبي ايش قد ترك من بعده ترى 4 تنفار، 4 تنفار، علي وفاطمة وابناهما، هو يأكد عليهم يقول دول أهل بيتي. علي بن أبي طالب شهيد المحراب، فاطمة بين الحائط والباب، والحسين نكسة الضمير الإنساني، والإمام الحسن شنو اللي سووه؟ عندك فكرة أن الإمام الحسن رادوا يجددون عهد برسول الله، تجي عائشة وراهم على بغلة مروان تصيح لا تدخلوا بيتي من لا أحب، امنعوه لا يدفن عند قبر جده. وفعلا منع واندفن بالبقيع سلام الله عليه. والنبال تنهال على نعش أبي محمد الحسن، حتى بروايات تقول استلوا 70 نبلة من جسد الإمام بعد وفاته من نبال بني أمية وبقيادة عائشة. وهو النبي اللي يقول الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، إمامان قاما أو قعدا، مع أنه اعتزل السياسة. الإمام الحسين قد يقول واجه، لكن الإمام الحسن اعتزل السياسة تماما من الكوفة وإجا للمدينة وما عنده أي علاقة بالسياسة تماما، لكن بقى معاوية ترك بحاله، دس له السم. وشلون سم؟ في يوم شديد الحر، وكان الإمام الحسن صائم سلام الله عليه، والصائم عادة باليوم الحار أول ما يفرغ من صلاته يلتفت إلى اللبن أو الماء، إن كان اللبن مغموس بالسم من قبل زوجته جعدة بنت الأشعث ابن قيس لعنه الله ولعن أبيها، وطبعا أسرة هي محمد بن أشعث قيس بن الأشعث كلهم شاركوا في حرب الطف. أول ما أخذ اللبن أحس بالسم يقطع أمعاءه، أخذ يجود بنفسه، دخل عليه أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه، وجده بهذه الحالة وقد مال لونه إلى الخضرة، قال أخي من فعل بك هذا؟ قال ما تريد أن تصنع أبا عبد الله؟ قال أقتله كائنا من يكون. قال أقسم عليك بجدنا رسول الله ألا تهرق في أمري قدر محجمة من دم، ودع الأمر إلى الله، عندما يكون الحكم الله والخصم محمد والظهير جبرائيل والموقف القيامة، وعندها يخسر المبطلون. بينما هم كذلك وإذا بالحوراء زينب، اظهر المرأة صار قدرها أن تشوف كل المآسي والأحزان بأبي التي ورثت مصائب أمها، فغدت تقابلها بصبر أبيها، وإذا بها تدخل على أبي محمد الحسن. الإمام الحسن التفت للحسين قال له أخي حسين وخر الطشت عني. الطشت يتقيأ به الحسن قطعا من الدم، أمعاء قطعت من شدة السم. قال أخي حسين ادفع الطشت عني، هذه أختنا زينب أقبلت. يقولها شاعر أهل البيت عفى يم الحزن قلبك، عفى يم الحزن قلبك يتحمل دواه السود، جدك وامك وعودك واليوم الحسن مفقود. أول هم فقد جدك، العلى فقد ثقل همك،
وثاني صواب يوم الباب ذاك الكسر ظل عمك، ودمعودك بالمحراب يا زينب أجرى من الجفن دمك، واليوم الحسن يا اختي الحسن مسموم، عفى قلبيك على ابن امك يا زينب من وصلتي له، وشفت الطشت قدامه ومن السمر قد حيله، من شافك نده يا حسين يا اخويا الطشت شيله، اخويا شيل الطشت من يمي، الطشت بي كبدتي ودمي، لا ترتاع بنت امي. دخلت عليه ام المصائب زينب، جلست عنده، انحنت عليه، هوت على جبهته قبلتها، واذا بجبينه يتعرق. شعرت بان هناك علامات للموت لأخيها أبي محمد الحسن، تقول له يا مفقود يا مفقود هم بيك الزمان يعود، يا مفقود هم بيك الزمان يعود، خويا عم طيب الليالي وترد لي نردود، أهم يات الفرح وانزع هدوم السود، مشت وشمولها لين الفلك طرى. يا الله، اللهم نسألك بجلال وجهك الكريم، ونتوسل إليك بأحب الخلق إليك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، فرج عنا يا الله، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم شافي كل مريض، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم يسر على شبابنا الدراسة، اللهم أجري الحكمة من قلوبهم على ألسنتهم، اللهم يسر على العزاب زواجهم، اللهم ارزق المتزوجين ذرية موالية، اللهم من كان في جمعنا طالب حاجة اقضها بباب الحوائج موسى بن جعفر، اللهم من كان مريضا أو عنده مريض اللهم شافيه بمريض كربلاء علي بن الحسين، احفظ وأيد وسدد علماءنا الربانيين، لا تفرق هذا الجمع المبارك إلا بذنب مغفور وعيب مستور وحوائج مقضية. المؤسسون تقبل اللهم عملهم بأحسن القبول، وإلى أماتهم مع أمات الحاضرين والمسلمين ومن مات على الإيمان، رحم الله من يهدي ثواب الفاتحة مسبوقا بثواب الصلاة على محمد وآل محمد.